لادا 2110، واحدة من إصدارات شركة أفتوفاز الروسية، وهي تطوير للادا 2105 و2007، لكنها بتختلف عن أي موديل إنتاج روسي في التصميم، وده لأنها بتيجي بخطوط انسيابية منحنى في الجزء الأمامي، ده غير اختلافات تانية في التصميم. لادا 2110 بتنزل بشكل واحد سيدان 4 أبواب، وكان أول ظهور ليها سنة 1996، واتصنعت في روسيا واتجمعت في مصر من سنة 2005 ل 2009 وبلاد تانية زي أوكرانيا ورومانيا. ال 2110 نزلت في مصر بموتور 1500 سي سي 94 هورس باور، وكان انجكشن 4 سلندر جر امامي مع فتيس مانوال 5 سرعات. اما الموتور الثاني كان 1600 سي سي 86 هورس باور 4 سلندر جر امامي انجكشن بفتيس مانوال 5 سرعات، والموتور ده كان اصدار مصري لكن الاول كان اصدار روسي. ورغم اختلاف المواتير الا ان ما حصلش اي تغييرات تانية في النسختين، وكانوا متشابهين جدا في المواصفات. فالعربيه كانت بتيجي بارتفاع متر 42 سم وطول 4 متر 27 وعرض متر 80، وارتفاعها عن الارض 17 سم، بطول قاعده عجلات 2 متر 49، وسرعه قصوى 185 كيلو في الساعه بمعدل تسارع 12 ثانيه للنسخه الروسيه و13 للنسخه المصريه، ومعدل استهلاك البنزين 7 لتر كل 100 كيلو، ووزن 1400 كيلو، وسعه الشنطه الخلفيه 450 لتر. وزي ما نسختين تشابه في المواصفات، كان في تشابه برضه في بعض الكماليات والتجهيزات، زي التكييف وازاز كهرباء امامي وسنتر لوك وانذار في حاله وجود باب مفتوح وعتب فولاذي للابواب والاكسدامات، ده غير ان الدركسيون قابل للتعديل بالوضع اللي يناسبك، مع كمبيوتر اعطال وازاز حراري خلفي. ده بالنسبه للتشابه بين النسختين، لكن كان في اختلافات بسيطه في كل نسخه عن الثانيه. يعني مثلا النسخه الروسي كانت بتنزل بازاز كهربي لكل الابواب، وسبويلر خلفي مع كشاف ستوب بيشتغل مع الفرامل، وكفر الموتور على المساعدين. اما النسخه المصري كانت بتنزل بكشافات كريستال وتطعيم كروم للشبكه الاماميه في بعض الموديلات. لادا 2110 توقف انتاجها سنة 2007، لكن استمر الانتاج في مصر لسنة 2009. وبرغم نجاح 2005 و2007 في الانتشار بشكل كبير في مصر، الا ان 2010 ما حققتش نفس النجاح، وانتشارها كان محدود، لكن كانت منتشرة بشكل مميز في بلاد تانية. وانتشارها ده بيرجع لمميزات موجودة فيها. اول ميزة الاعتمادية، ف 2010 تعتبر اعتمادية واعطالها قليلة وتدوس معاك في مسافات ومشاوير كتير، لكن ده في حالة اهتمامك بصيانتها الدورية. وفي حاجة في حكاية المسافات الطويلة مع 2110 ركز معايا عشان هكلمك عنها بالتفصيل. تاني ميزة المتانة، وده اللي هتلاقيه في الصاج، صاجها قوي عن عربيات تانية من نفس الفئة، وتقريبا الميزة دي موجودة في كل عربيات لادا. تالت ميزة الاقتصادية، فالعربية اقتصادية بشكل كبير وموفرة للبنزين زي ما قلت لك بمعدل استهلاك 7 لتر لكل 100 كيلو، والمعدل ده طبعا بيختلف على حسب حالة الموتور او لو في وزن مع العربية واسلوب القيادة وغيرهم بقى حاجات تانية ممكن تأثر على معدل الاستهلاك. رابع ميزة الثبات، وده في حالة ان العربية عفشتها كويسة ومش محتاجة شغل. خامس ميزة تصميمها عصري ومقبول بالمقارنة بعربيات لادا زي 2107 و2005. سادس ميزة مساحتها الداخلية، فالعربية بتصنف كعربية عائلية سواء كان المقاعد الأمامية أو الخلفية أو حجم الشنطة. سابع ميزة سعرها، واللي يعتبر قليل بالمقارنة بعربيات كتير من نفس الفئة ومناسب جدا لإمكانياتها. زي ما ذكرنا ان ال 2110 انتشرت في بلاد تانية بسبب المميزات اللي ذكرناها، الا ان انتشارها في مصر كان محدود، وده بيرجع لكذا عيب. اول عيب قطع غيارها مش متوفره في كل المحافظات، ده غير انها غاليه نسبيا لكنها بتقبل قطع غيار بديله. تاني عيب سخونه الموتور، خاصه في الصيف ومع الحر ده اللي بيتطلب مع المسافات الطويله تريح العربيه من مسافه للتانيه، ده غير انك تتابع دوره التبريد. تالت عيب العزل، فعزل العربيه سيء وهتسمع الاصوات الخارجيه وصوت الموتور والكاوتش بشكل ملحوظ، وده وانت سايق خاصه في المسافات. اخر عيب اعاده البيع، فإعادة بيعها تعتبر سيئة، وده نتيجة للعيوب اللي ذكرناها وعدم انتشارها في مصر بشكل كبير وافتقادها للشعبية، وده طبعا على عكس المتعارف عليه في إعادة البيع بالنسبة للادا 2105 و2007.
خلاصة الفيديو، برغم ان اللادا 2110 عربية اعتمادية وسعرها مناسب لامكانياتها، لكن انا عن نفسي شايف ان في عربيات تانية موجودة بنفس السعر او اعلى شوية، لكن بتصميم وشكل احسن بكتير وامكانيات اعلى ومع مشاكل اقل، سواء في قطع الغيار او اعادة البيع وغيرهم. لكن في حالة انك مقتنع بلادا 2110 ومصمم عليها، فده مش اختيار سيء، بس لازم تبقى عارف ازاي تتعامل مع عيوبها وتحافظ على صيانتها الدورية بشكل منتظم. ده كان فيديو لادا 2110، ما تنساش اللايك والسبسكرايب. سلام يا وحش.